عمرِك حسيتِ إنِّك واقفة بتدافعي عن نفسِك في حاجات أصلًا مش غلط؟ إنِّك تبرّري ليه ما رديتيش، تبرّري ليه اتأخرتِ، تبرّري ليه غيّرتِ رأيِك، وكأنِّك متهمة مش إنسانة حرة. الحقيقة الصادمة بقى بجد إنِّك مش محتاجة تبرّري، أنتِ محتاجة بس تثقي إن حقِّك تختاري. في الفيديو ده هاقول لِك إيه الفرق بين إنِّك توضّحي وإنِّك تبرّري، وده أخطر فرق ممكن يغيّر شخصيتِك كلها. في فرق كبير أوي بين إنِّك توضّحي وإنِّك تبرّري. التوضيح قوة، لكن التبرير ضعف. يعني مثلًا لو واحدة صاحبتِك قالت لِك أنتِ ليه مختفية، ممكن تقولي بكل هدوء كنت محتاجة وقت لنفسي، خلصت. ده توضيح. لكن التبرير هو إنِّك تكمّلي وتقولي أصل كنت تعبانة، أصل نفسيتي وحشة، وأصل، وكأنِّك بتعتذري عن حقِّك. المثال التاني واللي موجود بشكل شبه يومي في حياة كل بنت هو إنِّك بتغيّري رأيِك. لمّا تغيّري رأيِك زي مثلًا وافقتِ على حاجة وبعدين غيّرتِ رأيِك، قولي ببساطة أنا غيّرت رأيي، مش لازم تبرّري، لإن تغيير رأيِك مش جريمة، ده نضج. طبعًا أكيد في حياة كل حد في شخص toxic أيًا كان درجة قرابته إيه. لو في شخص في حياتِك بيستنزفِك نفسيًا وبيضغطِك وبيخلّيكِ دايمًا متوترة وقررتِ تبعدي، الصح إنِّك توضّحي، تقولي مثلًا أنا حاسة إن العلاقة دي بقت بتضغطني وأنا محتاجة أبعد وأركّز على نفسي، خلصت. لكن اللي مش لازم تعمليه إنِّك تدخلي في تبريرات ما لهاش نهاية وتفضلي تحاولي تقنعيه وتدافعي عن قرارِك. قرارِك مش قضية في محكمة، ده حقِّك. لمّا حد ييجي يقول لِك أنتِ ليه مش حابة تنزلي، قولي له مش حابة أنزل النهارده، بس. مش لازم تقولي أصل تعبانة وأصل مش قادرة وأصل. لأ، أنتِ من حقِّك تقولي لأ من غير ما تحسي بالذنب. وخليكِ عارفة أول ما تبطّلي تبرّري نَفْسِك، هتحسّي براحة غريبة، هتحسّي إنِّك أخَف وإنِّك أقوى، مش لإن الناس اتغيّرت، لكن لإنِّك أنتِ اتغيّرتِ. افتكري دايمًا اللي بيحترمِك مش هيحتاج تبريرات كتيرة، واللي مش بيحترمِك مش هيقتنع حتى لو برّرتِ 1000 مرّة. ولو وصلتِ لحد هنا وقُلتِ لنَفْسِك أنا فعلًا محتاجة أسمع الكلام ده، يبقى أنتِ في المكان الصح. اعملي لايك للفيديو، سبسكرايب، لإن المكان هنا معمول ليكِ أنتِ، القناة دي بتاعتِك.